السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وبياكم. كيف حالكم؟ أتخيل شن تمشي بالشارع بأمان الله أو بأي مكان عاوي من منطقتكم العاوية جدا جدا جدا، تدردن بأغنية عاوية أنت حافظها بينك وبين نفسك، وجه واحد بيسوق على هذا الشيء، أكيد راح تقوم الدنيا وما تقعد، وصحف وأخبار ودول تندد وتستنكر، وهذا يعرب عن قلقه وهذا قام يبكي وهذا استغل موقف حتى يطيح بهذا باسم هذا. زين، لو واحد يقرأ قرآن بمكان عام ونحبس، منو راح يحكي؟ تشوف سبحان الله عجائب وغرايب. صح، في الأخبار قامت تحكي عن أجواء الطقس وجفاف الأنهار وارتفاع أسعار البردات المتبرددة. الدول انشغلت بموضوع فلسطين، سبحان الله توم يتذكرون أنها أكو مساكن إلهم دهر بالحصار، واللي يعرب عن قلقه صار يعرب جملة أحمد ذهب إلى المدرسة يضرب سارة، اللي يبكي بعده يبكي على ذاك اللي حبس هو يغني. هاي كانت مقدمة موضوع اليوم. لا تنسى قبل لا نغوص بأعماق الخيسة انك تقيس ضغطك لو كان مرتفع، حتى لا تكمل الفيديو. اذا كان مرتفع لا تكمل الفيديو، اذا كان مرتفع منك لا تكمل الفيديو من الاساس. منو راح اتابع فيديو الواحد ما يعرف يسولف؟ أحمد رضا السمالوسي الحالوسي، المهم شاب من مصر، منشد وقارئ قرآن. عادة هو يقرأ القرآن بالأماكن العامة، بالشارع، يم الكورنيش، فوق الجبال، تحت دقمة السبلت، يعني يقرأ بالأماكن العامة غالبا ويصور تلاوته. فبيوم من الأيام حكومة مصر قالت أوكي، خلينا افتح متحف بالآثار ما باقتها بريطانيا. ففتحت هذا المتحف البائس اللي اسمه المتحف المصري الكبير. ما شاء الله على الابداع، خلصت الاسماء لشنيه. المهم، فاخونا حالوسي راح المتحف كاي مصري عادي، بما انه صار ترند والناس صارت تصور نفسهم، وسبحان الله ولا واحد شايف متحف من قبل. المهم، فصار يصور نفسه وهو يقرأ سورة غافر، والآيات هاي كانت تتكلم عن قصة فرعون ولعنه الله سبحانه وتعالى بآخرها. يعني الله سبحانه وتعالى لعن فرعون بآخر آيات وقال فرعون: ويا قوم مالي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار، تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم، وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار. فالسلطات المصرية شافت هذا الفيديو، ويقال أنها اعتقلته بتهمة أنه قرأ قرآن. ما أعرف، يقال، ما متأكد من هذه المعلومة، ما عندي مصادر موثوقة، ماكو مصدر موثوق بهذا الزمن. قبل لا نشوف رأي العام عن الموضوع ونشمر عليهم حكي، أول شيء خلينا أحكي عن رأيي الشخصي بكل صراحة، يقول إنه يستحسن غالبا إنك ما تقرأ القرآن بوقت أو مكان غلط. شلون؟ مثل عرس أو حفلة وأنت رايح تقرأ وجاءت سكرة الموت بالحق، أو المدرس يشرح عن اللوغاريتمات من كان اسمها هاي بالرياضيات العاوية، وأنت تطفر من يمك وتقرأ كلا إذا بلغت التراقي، أو غير من الآيات الكريمة. لكن ما أقول مثل العلمانية البائسة أنه القرآن بالمسجد بس وما يصير تلقى برا المسجد، وإذا قرأت برا بيتك أو المسجد أنت مفروض يقطعون راسك ويقطعون يدك ويتفلون عليك وأنت إرهابي وهابي ما أدري شنو الكلاوات كلها. لا، أنا بس أقول لا تقرأ القرآن بمكان أو وقت غلط فقط. يعني عادي اقرأ بالشارع، بس أهم شيء أنه نيتك صح والمكان والوقت، وابتعد عن الرياء. أنا صراحة ما أشوف أنها يكون غلط بتصرفه، يمكن أنه شاف فرعون ذكر كلام الله تعالى وقال أنه يذكر اللي حوله، والله أعلم. المهم، نجي لفقرة التشمر، عفوا فقرة ردة الفعل. يعني نشوف آراء الناس حول الموضوع، إذا كانت عجبتني يعني نغلس عنها، وإذا كانت ما عجبتني يعني نرد عليها بشكل مهذب وجميل جدا، لأننا إنسان مهذب. ايه اليوتيوب شمتاني ما راح احكي عليه حتى تنطيني سترايك كالعادة عليك. عفوا، شكرا لك يا صديقي المهذب، نحن نتعلم من اخلاقك الحميدة. اول واحد عندنا راح نشمر عليه، عفوا نتابع الفيديو ماله، اسمه التيسي، عفوا الديهي هذا ما اعرف عنه هواي معلومات، بس اللهم اعرف انه لوقا، عفوا اعلامي جدير بالثقة في مصر، ويعني يحكي على قضايا متنوعة بمصر. يعني مثلا إذا جاء سائح إسرائيلي رفع العلم الإسرائيلي، أو مثلا سفينة بالغاط عبرت عبر مصر رفع العلم الإسرائيلي، راح يمدحها لا عفوا يذممها، ويتكلم بحرية الرأي والتعبير. بس إذا مثلا واحد قرأ قرآن بمتحف، حكى عن إسرائيلي، حكى عن ارتفاع الأسعار بمصر، راح يشمر عليه ومسد عليه. المهم، اللهم إنا نعوذ بك من الخبث والخبائث. نبلش. المتحف المصري الكبير، المتحف المصري الكبير
لنا اولاد جايين بيقروا القران بصوت عالي جوه. استغفر الله، يقرأ القرآن في المتحف. ليش ما مشغل أغنية؟ ها ليش ما يقرأ الإنجيل والتوراة؟ استغفر. وأشياء العنصر شلون يقرأ القرآن بمتحف؟ لا، هاي ما يصير. ليش ما تقرأ ببيت أبوك؟ صدق الله العظيم. بس صفنا شوية بنظراته. أريد واحد يقنعنا هذا ما يريد يروح يطلع من الشاشة ويطق بوكسيين. ما أعرف شنو قصة الإعلام المصري والتونسي خصوصا والمتدينين دوم تلقاهم معصبين. ايش بيقرأ عن استغفر الله. هذه ليس مويه تعبير ومن شيء لا أقبل به. المقدمة سوف ترجع إلى نوصل القمر. لا حرامات. لا حول ولا قوة إلا بالله. نكمل. أنا بسأل سؤال، يعني هو لما يقرأ قرآن في المتحف عارف انه الناس هتخاف تقول له انت بتقرا قران ليه هنا؟ يقول لك انت بتكره القران، انت بتكره الدين، هو انت راكبك شيطان، هو انت كافر؟ ماكو ربط. مو معناها اني اقرا القران بهذا المكان معناها ادور الزل على الناس حتى يجي واحد يقول لي لا تقرا القران، اقول له استغفر الله، كيف تقول لي اني لله اقرا القران؟ اعلى كافره. يعني انت ما خطر على بالك انه تذكر فرعون شلون قال انا ربكم الاعلى وتمسك بالسلطه اكثر من 4 سنوات مثل البالي، وبعدين الله سبحانه وتعالى اهلك بالغرق. بس انا ما ادري ليش عندي احساس انه وزاره الاوقاف المصريه راح ترفع عليه قضيه بسبب ان صوته ما عاجبهم. هسه انا حاليا مستغرب من شغله، هم مو الاعلاميين يسولفون بشغله حريه التعبير والمعبر والتعبير والديمقراطيه ومع انهم ما يحكون على البالي، بس يعني ليش يتدخلون بالقارئ هذا؟ ليش ما يقولون حرية التعبير بكيفه وين يقرأ؟ ليش انت اقرأ هنا وانت لا تقرأ هنا؟ شيء بكيفك هي الشغلة، وين ما يريد يقرأ خير يقرأ، اهم شيء ما يقرأ بأماكن غلط. هل المتحف مكان غلط للقراءة؟ لا لا كلا 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 للعراق. ما اعرف يا هاي الناس بها فلفلة لازم تحكي عليها شيء براسها حظ. لا يا حبيبي، هو انت تتزني؟ لا، اللي انت بتعمله غلط. ده مش مكان قراءة القرآن. عايز تقرأ قرآن يا اخويا روح اقرا في المسجد، اقرا في بيتكم، اقرا في الشارع، اقرا في عربيتك، لكن وتاخد ثواب. انت جاي في وسط المتحف وناس الاجانب موجودين وجاي بتشغل قرآن وبتستعرض. لحظة، الويت المويوت في ويتستان. شنو المشكلة إذا مثلا قرأ القرآن قدام أجانب؟ يعني راح ينذعرون ويقولون إلا هذا إرهاب، هيا فلنهب، نعود إلى مصر. وما أغلب الأجانب جايين من ذيك الدولة. لا تخليني أحكي. خسارة بيك ال5 دقائق ضيعتها على مود أسجل فيديو. مسوي فيديو عن أكبر حاقد بمصر. شنو هاي مسوي فيديو عن الموضوع نفسه، واحد 5 دقائق واحد 7 دقائق، على المجموع هيك يطلع من 12 دقيقة عم تقرأ القرآن بمتحف. لازم هسه ادق على المكسيكي واقول له عندك لوجو اصيل يستاهل ترقية. المهم قبل شوية كنت افتر بالانستا وشفت خبر ما ادري صدق لو كذب، بعد هذا انستا كله كذب. يقال انه وزارة الاوقاف المصرية تقول انها عائلة فرعون كلهم كانوا موحدين. يعني هسه وزارة الاوقاف المصرية لو شدت على روحها شوية كان هسه قالت فرعون هو امام المسجد، والمساجد هي الاهرامات المصرية، وهاي الاصنام اللي حاطينها بالزاوية هي مجرد ناس ماتت وكانت تصلي، ماتت بركوع حنطوها حتى يتذكرون، يعني يتعظون من صلاتهم الخاشعة الجشية. والله لو تشي درجة أولى. يعني بالبداية قالوا الأغاني حلال، قلنا أوكي يمكن عندهم شوية اختلافات، بعدين قالوا سندخل علم الفلسفة في القرآن، ما أعرف شو سووها، قلنا أوكي هم يمكن بها اختلاف، بس شلون فرعون مسلم ما ترهم؟ والله ما أدخل أكمل الفيديو. يقول الشاعر، نسيت شو يقول، لذلك يلا ولاد اسحلها في أمان الله. بطيبات رسم للرسول